تخيل معي لو أن شخصا تائها في الصحراء ولا يعرف إلى أين يتجه، فسبيل الوصول غير معروف، وطريق النجاة غير محدد، وكيفية الوصول غير معلومة، فهذا ضائع وبدون أهداف. وذلك في وسط البحر، لا يمتلك بوصلة، لا يعرف الوجهة الصحيحة، ولا يعرف إلى أين سيتجه، فهذا أيضا ضائع وبدون أهداف. حسنا، دعني أزيدك من الشعر بيتا: ماذا لو أن طائرة أقلعت إلى جو السماء ثم توقفت لتحدد وجهتها؟ فالطيار تارة يقول سأذهب باتجاه الجنوب، وتارة يقول سأذهب باتجاه الشمال. لا، بل غربا، شرقا، شمال، جنوب، شرق، غرب. ينتهي ذلك الوقود التي تمتلكه الطائرة، وهو لا يزال لم يحدد وجهته، وتسقط الطائرة، وذلك لأن الطيار لم يحدد وجهته. نعم، فهذا حال من هم بدون أهداف. ولكن ماذا لو كان ذلك المسافر في الصحراء حدد وجهته قبل الانطلاق وعرف أهدافه، وذلك المسافر في وسط البحر امتلك البوصلة، وذلك الطيار لو كان قد حدد وجهته قبل الانطلاق لكانوا جميعا وصلوا إلى وجهتهم. وأنت أيضا إن كنت تريد الوصول إلى شيء، توقف أولا، حدد وجهتك وأهدافك، ثم انطلق، وامتلك الجراءة والشجاعة للمواصلة والاستمرار وتعدي الحواجز والعقبات. نعم، ولا أهمية للوقت والفترة الزمنية التي ستأخذها إلى الوصول إلى أهدافك. البوصلة اخترعت قبل الساعة، وهذا يعني أن الاتجاه أهم من الوقت.